أيها الإخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ اليوم الأول لتأسيسنا هذه الحركة كنا ندرك بأننا سنواجه صعوبات كثيرة ومخاطر جمة، بل وحتى العداءات، وكنا نعلم بأن هناك أشخاصا من ذوي السلطة والنفوذ والثروات العملاقة سيغضبون علينا ولن يترددوا في فعل أي شيء لمعاداتنا. إن معاداتهم لنا ستجتاز حدود المنطق والعقل ودون أي حدود لإشاعاتهم ضدنا، وأنهم سوف لا يحترموا الصداقة القديمة والنضال المشترك الذي استمر عشرات السنين بيننا. سيطلقون صفة البيشمركة على البعثيين المخضرمين المتكاتفين معهم، وينعتون المئات والآلاف من البيشمركة الحقيقيين المنضوين الآن في صفوف هذه الحركة بالمخربين، ويجعلون ابن خائن الأمس المؤيد لهم شهيدا، ويمحون عوائل الشهداء الذين هم معنا الآن. كنا نعلم أيضا بأن إشاعاتهم المغرضة ضدنا ستتخطى كل الحدود وسيجربونها كلها. ففي البداية روجوا قائلين إن هؤلاء جاءوا ليشعلوا فتيل الاقتتال الداخلي لأنهم ضد وئام الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد أن أدركوا عدم جدوى هذه النغمة صاروا يروجون عكس ذلك. ففي اجتماعاتهم الحزبية ولقاءاتهم مع أتباعهم يروجون بأننا أي حركة التغيير اتفقنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويدعون أيضا في صحافاتهم بأننا قبضنا أموالا من الحزب المذكور. ينعتوننا بأعداء الكرد والعرب تارة، وأصدقاء فلول البعث تارة أخرى، وأصدقاء الشوفينيين من العرب، وهكذا دواليك. وكنا على يقين بأن عداءهم لنا سوف لن يتوقف عند الادعاءات الكاذبة ونسج البهتان ضدنا، بل ستذهب إلى حد الترهيب والتخويف، وهذه التوقعات راسخة عندنا. نعلم بأن سياستهم هذه ترمي إلى استفزاز حركة التغيير لدفعها إلى ردود أفعال كي تتخلى عن تخطيطها وبرنامجها وتغير سياساتها. ولكنني أطمئن كل شعب كردستان بأن حركة التغيير ستستمر وبإرادة صلبة وراسخة في المضي قدما نحو تحقيق برنامجها، وستتجنب نفسها قدر المستطاع كل الاستفزازات. فبرنامجنا السياسي هو خلق نموذج سياسي مدني حديث وصياغة سياسة ديمقراطية تحسم نتائج المنافسات عن طريق الانتخابات وصناديق الاقتراع. نريد إنهاء ظاهرة التغيير عن طريق العنف وقبرها إلى الأبد. سياستنا هي النضال في البرلمان والحوار المستمر وتبادل الآراء، فبدلا من فرض الآراء بالعنف والسلاح والحرب سنعمل لتفعيل البرلمان وجعله مؤسسة ومرجعية ورقابة حقيقية. فالمواطنون في كردستان شاهدوا المواقف والإرادة الشجاعة القوية لنواب حركة التغيير في البرلمان الذين دافعوا عن حقوق الشعب وغيروا ما كان سائدا في البرلمان الذي كان مكانا للتصفيق ورفع أيادي الموافقة على تمرير قرارات وقوانين الأحزاب دون أي حوار أو مناقشة. سننقل هذه الروحية والإرادة القوية إلى بغداد، وسنجعل من مرشحينا الحماة الحقيقيين لمصالح الشعب. إن خشية هؤلاء ليست من امتلاكنا للسلطة وإشعال فتيل الاقتتال الداخلي أو قمع خصومنا والانتقام منهم على مواقفهم المعادية لنا، كما يروجون لذلك عبر وسائل إعلامهم الكاذبة والمضللة وعن طريق سياسيهم المرعوبين الذين يقولون لكوادرهم في اجتماعاتهم السرية بأن هدفهم هو خلق أكبر عدد ممكن من الأعداء لهذه الحركة. خشيتهم ليست من كل هذه الأمور، بل هم مرعوبون ومتخوفون من أن تكون لكم السلطة وأن تتمتعوا بالحرية وتمارسوا الرقابة، لأنهم سوف يعجزون عن هدر ثروات البلاد في بناء القصور والعمارات لأنفسهم عند ذاك. هذا هو الذي يرعبهم، فهم يتخوفون من أنهم سوف لن يستطيعوا من الآن وصاعدا الاستيلاء على الأراضي الشاسعة وتسجيلها بأسمائهم. يتخوفون من ظهور مجموعة برلمانية كالتي هي الآن في برلمان كردستان، والتي لا تسمح لهم بالإهمال والفساد والظواهر اللا قانونية. فهم يعلمون جيدا بأن إشعال الحرب الداخلية ليس من أساليبنا، بل نريد تجفيف جميع المصادر والاحتمالات والأسباب التي أدت إليها، وذلك بجعل قوات البيشمركة والآسايش والشرطة قوات مستقلة تابعة
واسعة للحكومة بعيدا عن تدخلات القادة والقيادات الحزبية. هؤلاء يعلمون جيدا بأننا لا نعتبر خصومنا السياسيين أعداء لنا، ويعلمون أيضا بأننا نعتبر جميع القوى السياسية في كردستان شركاءنا المصيريين وظهيرا لنا ونعمل معهم، فاختلاف الآراء بيننا وبين القوى الأخرى لن تفضي إلى العداء، سيما وأنه يمكن تسوية جميع الخلافات عن طريق الحوار تحت قبة البرلمان. هناك بعض القوى تعتبرنا خصوما وأعداء لها لدرجة أنها تأبى لفظ اسم حركتنا بسبب الحقد الدفين في صدورها ضدنا. نحن لم نأتي بروحية انتقامية، بل جئنا لنترك الماضي بسلبياته وإيجابياته، بانتصاراته وانتكاساته وبصوابه وأخطائه خلفنا، لنتجه نحو مستقبل كردستان والبلاد. فكل مواطن في هذا البلد يعلم جيدا ما إذا كانت غاياتنا هي الانتقام أم لا، ويعلم أيضا أننا لو كانت غاياتنا الانتقام لعملنا الآن وفي السابق على ممارسته أو تهيئة متطلباته، لكننا جئنا حاملين رسالة جيدة وجديدة، ولم نأتي بروح المساءلة على الماضي، فهم غارقون في الماضي ومنشغلون بعقده. نحن جئنا لبناء الحاضر والمستقبل، ولا نلتفت إلى الماضي إلا لأخذ الدروس والعبر منه. فهم يعلمون بأننا منذ أيام الانتفاضة كنا مهندسي المصالحة الوطنية، ولم نترك المجال للتعامل بروح الانتقام مع الذين تكاتفوا مع النظام السابق لأي سبب كان، كما ويعلمون بأننا لا نحمل روحية الانتقام في طيات تراثنا وأفكارنا، بل مستعدون لطي صفحات الماضي برمتها من أجل مستقبل أفضل لكردستان. أيها المواطنون الكرام، حركة التغيير حركة سياسية مدنية غير مسلحة، ليس لأنها لا تتمكن كسائر القوى من امتلاك قوات عسكرية أو بيشمركة أو مسلحين، بل على العكس من ذلك تماما، لديها أعداد هائلة من البيشمركة الشجعان ومن ذوي جميع الرتب الخاصة بالبيشمركة والعسكريين، بدءا من الفريق وقادة الفرق وأمراء الألوية وصولا إلى الضباط من ذوي الرتب المختلفة. هذه العوامل وغيرها تسهل علينا تشكيل قوة عسكرية كبيرة خاصة بنا، كما هو الحال لدى الأحزاب السياسية الأخرى في كردستان، لنستخدمها في تحقيق أهدافنا. وكان بإمكاننا أن ننظم كسائر الأحزاب الأخرى قاعدة واسعة من أنصارنا على طراز حزب ستالين في داخل الخلايا واللجان والفروع والمراكز، ونشكل منه جحفلا تنظيميا كي نستخدمه متى ما شئنا. وكان بإمكاننا امتلاك مؤسسات سرية خاصة كي نستخدمها ضد خصومنا ومعارضينا لإسكاتهم. وكان بإمكاننا أيضا عدم القيام بدور المعارضة عبر الاشتراك في الحكومة والحصول على بعض المناصب الوزارية لنا أو لبعض الشخصيات المقربة إلينا، ولكننا رفضنا بإرادة فولاذية كل تلك المظاهر، وذلك للأسباب الآتية. أولا، نحن لا نرفض امتلاك قوة مسلحة خاصة بنا وحسب، بل نؤكد على رفضنا لامتلاك أي حزب أو جهة سياسية أخرى قوات مسلحة أو بيشمركة خاصة بها. فيجب أن تتحول قوات البيشمركة والقوات العسكرية الخاصة بالأحزاب إلى مؤسسة وقوة وطنية خاصة بحكومة إقليم كردستان، وأن تستلم الأوامر والرواتب منها بغض النظر عن الجهة التي تدير الحكومة، وأن تعزل هذه القوة العسكرية عن الأحزاب كما هو الحال في كل العالم. ثانيا، نرفض أن نكون حزبا شبيها بالأحزاب الإستالينية، بل نحاول جاهدين ولن نكف عن الانتقاد بغية إقناع رفاقنا في المجموعات السياسية الأخرى بأن هذا الأسلوب في النظام الحزبي لا ينتج سوى الدكتاتورية والظلم والفساد، لذا لا بد من التخلي عنه. فهذا النمط من العمل الحزبي يقيد الشعب ويقطع عليه طريق التعبير عن رأيه بحرية، وهذا يلحق بالنظام الإداري والسياسي للبلاد ضررا بالغا قبل غيره، لأن حرية المواطن فقط تفضي إلى تحديد النواقص والطموح والأماني التي يتطلع إليها الشعب، ومن واجب الساسة والإداريين والحكام تحقيق تلك الأماني والطموح. ثالثا، نرفض أن تكون لدينا سجون ومعتقلات قمعية خاصة بنا لنستخدمها لمصلحتنا ومصلحة حركتنا، كما نرفض أن تمتلك أي قوة سياسية أخرى في البلاد سجونا أو قوات للتخويف. نريد أن تكون سيادة القانون فوق كل السلطات، من أكبر السلطة نزولا إلى حمايات المسؤولين، كي لا تتمكن قوات الآسايش ومسلحو الأحزاب من التصرف أو من القيام بتصرفات لا قانونية والاعتداء على حقوق المواطنين. رابعا، رفضنا الاشتراك في الحكومة كي نثبت للشعب بأننا لا نلهث وراء المناصب، بل نسعى لخلق نظام سياسي تراقب المعارضة من خلاله الحكومة كي لا تنحسر حرياتنا في التعبير عن الرأي أو الانتقاد. وجميع انتقاداتنا لنظام الحكم
الحكم يلخص في أن نظام الحكم في كردستان إدارة حزبية وليس مؤسسة مهنية. نحن لا نريد أن يكون رئيس الإقليم شكليا ورئيس مجلس الوزراء شكليا والبرلمان شكليا أيضا والمؤسسة القضائية شكلية.